عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا على قناة ست البيت لولي. اهلا، اتشرفت بيكم. لو اول مرة بتتابعوني اهلا وسهلا بيكم على القناة. ارجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك يا جماعة، متنسوش، عايزة الفيديوهات تتفاعل شوية. هنعمل النهاردة مع بعض طريقة عمل الفراخ الكنتاكي. هي موجود منها كتير جدا جدا على اليوتيوب، لكن انا حبيت النهاردة ان انا اشارككم معايا انا بعملها ازاي، واعرف يعني اللي مش عارف هي بتتعمل ازاي، او اقرب له المسافات هي بتتعمل ازاي. فحابة اوريكم النهاردة هنعملها مع بعض، وطريقتها ازاي سهلة، ما فيهاش اي حاجة. بتتعمل على مرحلتين. المرحله الاول انت بتجيبي فرخه بتقطعيها التقطيعه اللي انت حباها، زي ما انت عايزه تقطعيها الدبوس لوحده والفخده لوحدها مفيش مشكله. عايزه تقطعيها الصدر كله على بعضه برضو مفيش مشكله، لكن هو المستحب ان انت تقطعي الصدر على مرحلتين، والورك برضو على مرحلتين، علشان يبقى سهل في القلي معاكي ويستوي معاكي كويس. خاصه انت لو مش هتسلقيها، في ناس بتسلقها، انا ما بحبش اسلقها. انا بقطعها صغير وبشكشكها كتير قوي، وبتبلها من قبلها بيوم او بيومين كمان. وبعد كده بقليها في الزيت. في الاول هوريكم الاول انا تبلتها ازاي. طبعا انت بتتبليها التتبيله بتاعتها المعتاده، لكن ما فيهاش بصل، يعني ما تحطلهاش بصل مفروم خالص. هتبشروا لها بس 4-5 فصوص توم باودر، بصل باودر، بابريكا اللي هو الفلفل الحلو القرناطي، هتحط لها شويه كزبره، هتحط لها شويه ملح، مكعب مرق دجاج يكون مفروم عشان ما يبقاش حتت كده. بتحطي لها فلفل اسود، طبعا بهارات فراخ، عندك شويه روزماري مفيش مشكله، مش مشكله برضو، ما توقفيش نفسك بس. وبتتبليها كويس جدا جدا جدا، وبتملحيها التمليحه بتاعتها المظبوطه، وبتسيبيها زي ما انا كده سايباها اهوت خلاص. وبعد كده بقى تعالوا نشوف اللي هي التتبيله بتاعتها السايله اللي انا هحطها فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا معايا شويه ميه، حوالي كوبايه، لو احتجت هزود. عايزه تزودي بلبن مفيش مشكله، انا برضو هزود بلبن لو احتجت، مش هزود ميه، او بالاتنين على بعض. هجيب كده شويه كده من النشا، لازم معلقتين نشا تدوبيهم الاول في ميه بارده. ليه النشا يا جماعه؟ علشان النشا بيخليها تقرمش، النشا بيخليها تقرمش اهو. اهو معاكم كده واحده واحده. هنزل كده بالدقيق بتاعي، هنزل كده برضو بمعلقه من البيكنج باودر او اكتر. عايزه تحطي كيس كامل ماشي، بس مش حابه قوي ان انت تحطي كيس كامل. انا ده نص كيس تقريبا اهوت. هتحطي كيس كامل لو هتعملي مثلا فرختين، لكن دي فرخه فانا هحط لها نص كيس اهو. تمام. هقلب، انا لسه ما ضفتش الملح ولسه ما ضفتش بقيه البهارات بتاعتي. انا هخليها يا جماعه كده زي خلطه البشاميل، علشان لما اسقط فيها الفراخ تبقى معايا حلوه كده وشاربه التتبيله كويس، متبقاش مكلكعه اهو. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجه قدامكم اهي. طريقتها ما فيهاش اي حاجه خالص خالص خالص. هجيب كده معلقه ماجي كده اطعم كده التتبيله السايله دي. توم بودره طبعا، انا برضو حاطه في الفراخ نفسها، هحط معلقه كبيره كده اهو توم بودره، صوت شويه كمان طبعا بيديها نكهه. شويه كده كمان من البابريكا اهوت. وكمان عندي ملح، هظبط بقى الملح بتاعي اهو كده زي ما احنا شفنا خلاص كده اهو. هقلب بقى كل المكونات في بعضها. انا شكلي هحتاج للبن، فهحط لها شويه من اللبن. احط كده شويه لبن اهو. الفراخ الكنتاكي تعمليها بالرز اللي هو الريزو، او تعمليها برز بسمتي، او تعملي جنبها مكرونه، اي حاجه انت حباها براحتك بقى
اهو ده الخليط بتاعه كده عامل زي البشاميل كده الخفيف شويه اهو. يا رب يكون واضح معاكم في التصوير. خلاص كده اهو كده زي ما انتم شايفين. عشان ما اطولش عليكم هفضي الحاجات دي قدامي وارجع اوريها لكم تاني. ادي يا جماعه اهوت بعد ما انا خلصت الخليط بتاعي كده وربيته كويس اهو. هنا بقى انا حطيت دقيق ومعلقه نشا كويسه، وحطيت كمان شويه من البقسماط المتبل. خلاص يا جماعه هضربهم كده في قلب بعض كده بايديا زي ما انتم شايفين اهو، عشان ده الكفر النهائي اهو. ده الكفر بقى اللي بيعمل لي التعاريج اللي هي بتبقى في الفراخ الكنتاكي، تحس انها معرجه كده من بره مش متساويه من السطح. تعالوا يلا بسم الله الرحمن الرحيم نشوف هنعمل ايه. اهوت كده انا باخد الحته دي كده هنزلها في التتبيله السايله دي كده اهو، وبعدين بنزل عليها هنا ابدرها كده كويس بالبقسماط وبالدقيق. مش حابه تحطي بقسماط طبعا براحتك، حابه تحطي كورن فليكس مفيش مشكله، لكن الكورن فليكس اللي عندي اللي هو البني عليه شوكولاته فمش هينفع. فانتي لو عندك كورن فليكس هتحطيه عادي على الدقيق، عايزه تعمليها بكورن فليكس بس برضو هتبقى حلوه مش هتبقى وحشه. انا هعملها بدقيق معاكم زي ما انتم شايفين كده. شايفين التعرجات دي في الزيت بقى في الاخر بتبان تبقى زي الكنتاكي بالظبط اهو. اهو زي ما شايفين كده. انا عايزه بس اعدل لكم التصوير. عايزه تقطعي الجناح ده لوحده برضو مفيش مشكله عادي. اهم حاجه ان انت تتبليها كويس وتشكشكيها كويس بالسكينه، مش تشكيها كده لا، يعني انت تغزيها تطلع من الناحيه التانية عشان لما تخش الزيت معاكي، خاصه ان انا مش هسلقها. فاهو كده زي ما انت شايفه اهو. انا نسيت هنا احط للتتبيله بتاعت الدقيق دي ملح، احط لها شويه صغيرين بس اهو. ان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو برضو ازاي تقطعي الفراخ للكنتاكي وتقطعي الفراخ للبانيه وتعملي كمان فراخ للحمام الكذاب، يعني شويه تقطيعات كده تنفعك ومتخليكي ما تحتاجيش بتاع الفراخ انك تقفي عنده او ان انتي تتعطلي اهو كده. نسيت احط دي مش مشكله. اهم حاجه ان انت تنزليها في السائل بتاعها ده كويس جدا. السائل ده هو الاساس، هو اللي بيخلي ده يلزق فيه وما يفكش ساعه التحمير. وهقولك برضو ازاي بنحمره، ولازم يتحمر بطريقه معينه علشان ما يفكش منك الطبقه اللي انت عاملاها او الكفر اللي انت عاملاه ده، فبيتقلى بطريقه معينه والنار بتاعته بتبقى معينه مش اي نار تسيبيه عليها اهو. كل حاجه قدامكم اهو يا بنات. الفراخ الكنتاكي دي بتبقى ادمان بالذات عند الاطفال، عندهم هوس كده منها. هي بتبقى بره مكلفة وغالية، فانتي اعمليها في البيت وانضف كمان واحسن. ليه ما تعمليهاش في البيت؟ اعمليها في البيت وجربيها. شايفين كده انا بغلفها كلها اهو.
هخلصها وارجع اوريها لكم تاني عشان محبش اطول عليكم. رجعت لكم تاني يا بنات اهوت بعد ما حطيت الزيت. طبعا الزيت اللي انت بتحطيه زيت لازم يبقى غزير. يعني ايه غزير؟ يعني يبقى نص، يعني يبقى واخد نص مقدار الحاجه اللي انت بتعمليها، يعني نص الحيز فيها. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين كده نص الحله من جوه اهوت ده زيت. ليه؟ علشان لما تنزل تبقى كلها من تحت ومن فوق طايلها الزيت. ما ينفعش يبقى من فوق مكشوفه مش مغطيها زيت ومن تحت فيه زيت، لا ما ينفعش. انت مش بتحمري لحمه، لا انت بتعملي فراخ كنتاكي، يعني لازم يبقى الزيت غزير. خلاص. طبعا الزيت لازم يكون سخن علشان الكفر اللي انت عاملاه وتعبتي فيه ده ما يفكش منك. تمام. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هجرب كده الرقبه مثلا، احطها كده، لا انا هحطها كده، اصفيها كويس من الدقيق الزياده، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الزيت يبقى سخن عشان ما تتسلقش مني اهو. هتاخد اول 3 دقايق وهي النار عالية عليها. بعد كده هوطي النار شوية شوية، يعني هوصل النار عليها. خلاص. عايزة اوريكم. شايفين؟ شايفين دي؟ لسه كمان لما تغمق لونها ويبقى لونها كده لون ذهبي وبعدين هشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. هحط كمان الدبوس فقط لا غير، مش هحط اكتر من كده اهو. طبعا الحله معاكي مكفيه ماشي مفيش مشكله، حطي براحتك، لكن ما تكتريش علشان ما تلاقيش اتسلقت منك. انا حطيت دول ونسيت احطهم في مش مشكله، حطي اللي بعد كده اهو. هتبقى حلوه برضه اهو. زي ما انتوا شايفين كده تحس انها محببه كده معربه. هي التعريجه دي هي دي اللي انا عايزاها اهو. سيبها 3 دقايق وبعد كده اوسطن النار عليها علشان ما تتحرقش مني بسرعه وهي من جوه ما استوتش. اخلص ده وارجع اوريكم تاني. ادي يا جماعه الفراخ اهيت بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين كده اهيت، كريسبي خالص، ناشفه خالص، جميله، متصفيه جدا جدا من الزيت، مش شاربه اي زيت خالص، احلى كمان من بتاعه بره. جربيها، الطريقه دي جميله. ارجو يكون الفيديو عجبكم. يا ريت اشتراك في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللايك الجميل من ايديكم. شكرا يا حبايبي، السلام عليكم.